مرحبا بكم متتبعي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الدجاج اللي كيجي مقرمش ولذيذ. كنتمنى كاملين تتبعوا معايا المراحل وطريقه ديال التحضير. والا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه اشتركوا في القناه ديالو وفعلوا زر الجرس. اول حاجه هنايا غادي نحتاجوا صدر الدجاج اللي غادي نقطعوهم صبيعات اللي غادي يكونوا بهذا الحجم. وما بالنسبه للتوابل غادي نحتاجوا واحد نصف بصله اللي غادي تكون مفرومه ولا محكوكه. غنزيدو بودره ديال الثوم، غادي نوضعو تقريبا واحد الملعقه ديال بودره ديال الثوم. غنزيدو واحد شويه ديال الخرقوم، تقريبا نصف ملعقه كبيره ديال الخرقوم، نصف ملعقه كبيره ديال السكنجبير. غنزيدو واحد شويه ديال الملحه. الملحه غتكون على حسب الرغبه. هنايا غنزيد واحد شويه ديال البابريكا ولا شويه ديال التحميره. غنوضعو شويه ديال الابزار. غنديروا نصف حامضه اللي غادي تكون معصوره، عصير ديال نصف حامضه، معلقه ديال الخل. كيف ما كنعرفوا راه الحموضيه كتواتى مع الدجاج، وزيد هذا الوصفه كتكون شويه كتبغي شويه الحموضه. من بعد غنزيدوا واحد نصف ديال حك ديال دانون مسوس بدون سكر. غنزيد واحد شويه ديال صلصه الصويا ولا صوص الصوجا. غنزيد واحد الملعقه ديال الموطارد. هنايا غادي نحتاج واحد جوج حبات ديال البيض. انا ما غاديش نديرهم اليوم لانني انا غادي ندير هاد الوصفه تبات ليله كامله، ما غادي نحتاجها حتى الغدا. داكشي علاش البيض ما غادي نديرو حتى النهار فاش غادي نبغي هاد الوصفه. يعني نتوما الا كنتو باغيين ديروها في نفس النهار تقدروا غير ساعتين ديال المكانه غادي ترقدوا الدجاج ديالكم حتى غادي يشرب التتبيله، وغادي توضعوا معاهم دوك الجوج ديال البيضات. ولكن كيف ما قلت لكم انا بغيت نبيتهم في الثلاجه، داكشي علاش البيضات ما غنزيدهمش حتى الغد ليه. من بعد غادي نغطيو داك الدجاج ديالنا بواحد البلاستيك غذائي وغادي نخليوه ليله كامله حتى غادي تشرب لينا دوك التوابل. ومن بعد غادي نحتاجو واحد شويه ديال دقيق الفورس، غنوضعو معاه التوابل اللي وضعنا في الدجاج، شويه ديال البزار، خرقوم، شويه ديال بودره ديال الثوم، سكنجبير، وشويه ديال البابريكا. غنخلطو داك الدقيق مزيان. وهنا الدجاج ديالي من بعد ما ترقد لينا مزيان وتشرب لينا ديك التتبيله كامله، هذا هو الشكل ديالو. كيجي واحد الدجاج اللي شرب مزيان تتبيله وكيجي رطب، وواحد الريحه دايره هاد الدجاج كتكون لذيذه. من بعد غادي نضيفو دوك جوج بيضات اللي قلت لكم. غادي نخلطو دوك جوج بيضات مع داك الدجاج مزيان حتى غادي يندمجوا مع بعضياتهم. وكنبقاو كنهزو واحد شويه من داك الدجاج. كنزيدو على الدقيق. باش غادي نفندو داك الدجاج في داك الدقيق كامل. من بعد ما كنفندوه كنحاولوا نضغطو شويه بيدينا على داك الدجاج، هكذا غادي يلتصق لينا الدقيق مزيان. هكذا غادي يبقى يدير لينا دوك الجنيبات اللي كيكونوا مقرمشين بحال الدجاج ديال كينطاكي تقريبا. وكنحاولوا نفكوا داك الصدر ديال الدجاج على بعضياته. غادي نصفوه مزيان من الدقيق وغادي نخليوه على جنب حتى غادي نكملوا كاع الكميه اللي عندنا. وغادي نستمروا بنفس الطريقه. كنهزوا كميه ديال الدجاج كنوضعوها في داك الدقيق وكنلبسوها مزيان بداك الدقيق. كيف ما قلت لكم كنحاولوا نضغطوا شويه وغادي نصفيو من داك الدقيق اللي كيكون زايد.
من بعد ما كنكملوا كاع الكميه غادي ناخذ واحد المقلاة ولا واحد الطنجره، غادي نوضعوا فيها واحد شويه ديال الزيت، ومن بعد كنبقاو كنحطوا داك صدر الدجاج ديالنا. ما كنحاولوش نكثروا بزاف الكميه ديال الدجاج، هكذا غادي نخليو الدجاج ديالنا يتقرمش من الجوانب وما يلتصقش لينا مع بعضياته. غادي نستمروا بنفس الطريقه حتى غادي نقليو كاع الكميه اللي عندنا. عندي بزاف ديال الوصفات ديال صدر الدجاج وعندي دجاج كينطاكي، كنتمنى ترجعوا للقناه ان شاء الله غادي تلقاو الفيديوهات ديالهم، كلها وصفات ناجحه وكتجي لذيذه. كنبقاو كنديروا كميه بكميه حتى غادي نكملوا كاع الكميه اللي عندنا. من بعد ما قلينا الدجاج كامل، هذا هو الشكل ديالو كيف ما كيبان لكم، كيجي واحد الشكل اللي رائع، كيجي دجاج لذيذ ومقرمش. صدقوني كيجي طري من الداخل وكيجي متشرب دوك النكهات ديال التوابل. كيف ما قلت لكم الا ما درتوش ليله كامله، غادي ديروا 3 السوايع 2 السوايع راه كيكونوا كافيين هكذا باش غادي تشرب لكم الدجاج دوك التتبيله اللي درنا فيه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون راقتكم وعجبتكم، وهنا غادي نجرب معكم وحده باش غادي تشوفوها كيفاش كتجي. صراحه كيجي واحد الدجاج اللي لذيذ. هاد النوع ديال الدجاج كنحضر به سندويتشات، ان شاء الله تسناو الجزء الثاني ديال هاد الفيديو. انا محضره سندويتشات بهاد الدجاج. وصلت معكم لنهايه الفيديو، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير فيديوهات مقبله ووصفات مقبله. وكيف ما كنقول لكم دائما اشتركوا في القناه ديالي وفعلوا زر الجرس، هكذا غادي يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي. ضغطوا على الزر الاحمر اللي لتحت، هذاك هو زر الاشتراك، وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. وصلت معكم لنهايه الفيديو، نسلموا في وصفه اخرى ان شاء الله.